انا اتفرج على ليفربول ومانشستر سيتي. انا النهارده يا جماعه انا هعمل حاجه عمري ما عملتها في حياتي. النهارده اول حاجه، انا اول مره هشوف ماتش في استاد. انا عارف دي حاجه غريبه بس فعلا اول مره اشوف ماتش في استاد. وهيكون ماتش مين؟ مش الاهلي وسموحه، لا يا جماعه، ليفربول ومانشستر سيتي، يعني البريمير ليج كله. وماتش النهارده مولع. فاحنا النهارده عاملين كمان الهوسبيتاليتي، في حاجه اسمها هوسبيتاليتي ليفربول. دول بقى ايه، بيجيبونا كده قبلها ب4 ساعات ويظبطونا كده اكل وشرب، يوصلونا الاستاد وحاجات زي كده. فتعالوا نجرب مع بعض الاكسبيرينس ديت، وربنا يستر. وانا عامل فيها فلوجر وبتاع، هنشوف هنقضيها معاكم كده واحده واحده، وهنشوف هم هيقدموا لنا ايه جوه. ده المكان اللي بنبتدي فيه، اسمه ايه؟ ليفر سويت، رويال ليفر سويت دوت اللي هنستقبل فيه المكان. هندخل جوه كده وهم مستنيينا يظبطونا كده بكام حاجه، وبعد كده هيطلعونا على الاستاد. يلا بينا. Thank you so much. 20% generation 1971 to 86. حبيبي انا عندي سؤال، هو ليه اللي بيشوفني بيفتكر على طول ان انا مصري؟ انا مش فاهم ايه المشكله. كله لابس ليفربول، لابس كله هنا لابس محمد صلاح، كله بامانه، يعني التيشيرتات كلها محمد صلاح محمد صلاح، كأنه مفيش غيره في الملعب. فخر العرب، رفع راسنا احيانا. I am a bit of a thicko. We got Bebo over here. Bebo's a big 33, everybody, 33. We'll do one more collective happy birthday, but I'll get everyone together, okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Olden. Happy birthday to you. Round of applause. Best wishes, Jimmy. Perfect, thank you. Jimmy Case. يا جماعه احنا خلصنا الاكل دلوقتي، او بمعنى صح ما خلصناهوش، يعني لاننا ما اكلناهوش. الاكل مش اظرف حاجه بصراحه، علشان اكون صريح معاكم يعني وما تبقوش يعني مش اظرف حاجه، بس هم وعدونا ان هم ده يعني هيحاولوا ان هم يحسنوا مستوى الاكل وكده، لكن ما كانش قوي بصراحه. بس المكان تحفه، الفايبس جوه لذيذه جدا. بيرحبوا باي حد، واي حد عنده عيد ميلاد، واديكوا شفتوا يعني رحبوا بيا. وعلى فكره انا اكتشفت ان هنا ليا اسم مختلف، بيبي، مش بيبو، لا بيبي، فلازم تطلع لسانك وتبهبه كده بيبي. فالحمد لله نشكرهم يعني ان هم يعني احتفلوا بعيد ميلادي طبعا يعني جالسين. عايز اقول لكم هنا فيو تحفه تحفه. تعالوا بصوا معايا هنا، بص المنظر دي كده يا جماعه. بصوا بقى ايه على البحر، المينا، حاجه تحفه جدا. احنا شايفين هنا من هنا ان البيتلز اللي هو فريق واما بتاع ليفربول ماشي. فدينا مستنيين دلوقتي ان هم هياخدونا بالباص، وبعد كده نروح الاستاد، وهينزلونا في الشارع اللي هيعدي فيه الميكروباص اللي هيعدي فيه الميكروباص اللي راكب فيه محمد صلاح. فيلا مع بعض ونشوف كده ايه الدنيا هتودينا فين. بيبي. Are they aircraft? I suppose. Oh, it's a queen. دلوقتي احنا وصلنا، هما نزلونا، بينزلوك 10 دقايق كده قبل الاستاد، لان طبعا الاتوبيسات ما ينفعش تخش الاستاد. بس في معلومه ان انت اول ما الماتش يخلص عندك حوالي 45 دقيقه ترجع بسرعه، علشان الاتوبيسات هتتحرك ترجعك تاني لمكان السويت اللي احنا كنا قاعدين فيه. فهو بعد الماتش بيبقى عندك 3/4 ساعه ان انت ترجع. اذا كنا بقى هنلحق ولا ما نلحقش على حسب المود، على حسب الدنيا، كسبنا خسرنا، قابلنا صلاح ما قابلناش صلاح. انا احاول افهمهم هنا ان صلاح ده يبقى ابن عمي، يعني يمكن الموضوع يمشي يعني شويه. فدينا هنشوف مع بعض
وهنقول لكم الجديد، خليكم معانا. Yes. That one there, 12. That one there, 15. So woolen, woven. ابن عمي ده ابن عمي اللي مرسوم ده على الحيطه، ده ابن عمي. حاجه بصراحه جامده جدا، فخورين بيك بصراحه. لا بصراحه يعني الرسمه مش وحشه بصراحه، الرسمه جامده. اخيرا وصلنا للحاجه العالميه دي، شطوره بصراحه. والنبي ما تكسفنا النهارده، والنبي انا جاي لك النهارده ما تكسفني، يعني على الاقل جون، على الاقل جون، وعلى الاقل تكسبه طبعا. الحقيقة ليه أنا فهمت دلوقتي الفرقة اللي بتلعب ليفربول بتبقى مرعوبة هنا لما بتيجي أنفيلد. الناس متخلفة مجانين بجد يعني الدنيا هتولع هنا إذا كان كسبوا أو خسروا. طبعا دي بيوت ناس عادية جدا، يعني دول بقى أولاد محظوظة، متعرفش بقى إذا كانوا أولاد محظوظة ولا إيه، بس دول زي ما تقول يعني دول فاتحين المكان كده للناس عادي، يعني بيتك وفي نفس الوقت انت فاتحه مزار لليفربول. تخيل بيت زي دوت لو اتباع هيبقى بكام؟ We are now 40 minutes away from the start of the game. أنا مش عارف أتكلم، ده مش ملعب، دي سجادة. دي سجادة يا جماعة. إيه رأيك؟ لا ايه ده؟ طبعا الراجل جاب في سيرة مانشستر سيتي، كانوا هيبصوا يخرب بيت الشتات. يلا Number 4, the captain, Virgil van Dijk. Number 26, Andrew Robertson. خش على Number المهم. 38, Ryan Gravenberch. 10, Alexis McAllister. Number 8, Dominic Szoboszlai. Number 18, Cody Gakpo. Number 7, Luis Diaz. And number 11 is Mo Salah. المصريين هنا بلعلعين يا جماعة، المصريين هنا بلعلعين. لا يا جماعة
انا كنت فاكر الموضوع عادي ممكن اتفرج على التلفزيون وخلاص واشوف الماتش بين، لكن هنا الموضوع فعلا مختلف جدا. في حماس، في حماس. لا ده ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش. ايه ده؟ ما توحشني يا مدحت شلبي، مش عارف اسمعك في الماتش، بس انا هعلق على الماتش مش مهم. الماتش مولع يا جماعه، ماتش مولع. مانشستر سيتي تحس ان هو عايز يحتفظ بالكوره، خايف ان هو يهاجم، وليفربول ماسك ما شاء الله. الله ساب يا ابني، ساب بس حكون. شو الله صعب. تعجبني قوي دي بتبقى في الاخر جامده. يلا ده كورنر بس، ده كورنر لسه جاي. يلا يا ابني، لا بابو يلا. دلوقتي شكل حرامي بنك انا عارف، بس معلش خليها لوك كده. ها بامانه كاني هسرق الكرة واجري. لا الماتش مولع. يلا صلاح، يلا صلاح. ولسه امك دي عيالك يا ابني، ولسه امك دي عيالك يا ابني. ما تخلوا صلاح يا جدعان، ما تخلوا صلاح. الماتش هيولع. ليفربول ماسك الماتش بأمانة. قافل عليهم بجد، قافل عليهم. واو. انذار وش.
الماتش ده حتى لو ببلاش، بس كفايه المنظر ده. اقف على السجاده دي. صلاح لما بتجيله الكوره الناس كلها تبقى عامله كده. مش عارف انا اللي قاعد جنبي ده. مفيش. سيتي ما جاش لغايه دلوقتي. انا قلعت الطياره طبعا عشان ما تتخضوش طول الفيديو. الجمهور ابتدى على الحكم خلاص، عشان دي تالت مرة ولا ايه حاجة لصلاح كده، بس ما فيش فايدة. الحكم الكرة هي جت في ايده، كنت انزل انا مكانه. انا مش فاهم. سؤالي اللي هيجنني مين ده؟ مش عارف. الحكم زميلي ابتدى يستهبل، يعني في كام كورة كده ومستقصد صلاح كمان الظاهر ولا ايه؟ يعني كان ممكن يدي فاول الحقيقة، بس ده زميلي ما اقدرش اعمل فيه كده. لا بلاش خالص. ابعد عن هالاند. ضربة جزاء يا عم. بيلن بجد بيلن. ايوه طبعا. بص الحكم بقى. انا مش هبوع على الحكم عشان انا حاسس بيه. البو وحشه قوي للحكام، بس انا اللي هيجنني مين ده؟ معرفش. الشوط الاول انتهى 1-0. كان نفسنا في جوان اكتر، هتيجي ان شاء الله. الشوط الثاني ابتدى لغايه دلوقتي ليفربول فايق. مين ده؟ اهم حاجه لما تيجي هنا الاستاد تعمل وتعمل تعمل اوي برضه. يا ابني انت قاعد على الجاكيت، الله يخرب بيتك. يا رب هاتل. طفش بقى. ايوه طفش. مشكلة 1-0 ده 1-0 مش 1-0 ويقلق. يلا بقى يا صلاح. 1-0 مع مان سيتي. اللعيبة بياخدوا طاقة بجد من الجمهور مش طبيعية. يعني انا لو متكسح هقوم العب. واحنا لسه الدوري عندنا من غير جمهور. جون تاني. مين ده؟ يلا صلاح. اوفسايد امتى يا محمد؟ بس صلاح ضيع كورة ما تضيعش. يعني انت والجول خلص. طبعا انت لازم تعرف ان انت لما تكون هنا في الاستاد هتقوم وتقعد كتير. لازم تقوم وتقعد كتير.
عملناهاش المرة اللي فاتت، مش زي الريال الله يخليه. يا رب. صلاح بقى. نولعها، يلا نولعها. بالتالتة شمال، تمسحية. أحب أقول لكم حاجة. في واحد قاعد جنب كريستين بيشجع سيتي، قاعد ساكت. بص الراجل قاعد جنب كريستين مش عارف بص، وهو المعفن جاي مع واحد صاحبه بتاع ليفربول فخدوا معاه بالتيكت، يعني نيتنج، ودي قاعد حزين اهو. بص اعمل نفسي بصور كريستين، ركزوا مع اللي قاعد جنبها حزين. غباوة. مسكها من هالاند. واو، ركزوا بقى الله يخرب. فاول فاول يا حكم، الله يخرب بيتك. قلت حاجة غلط؟ الله يخرب بيتك. اللي مش عارف ده اسم المدرب، اسم المدرب ارني سلوت. صلاح خارج. كفايه يا صلاح. الحمد لله الحمد لله، جاي يخرج دلوقتي كويس، ما خرجوش من بدري الحمد لله. والسلام والسلام بقول لك ايه، محمد صلاح خرج، تيجي يلا نمشي ولا ايه؟ عشان مستنينا. خلاص احنا كده صلاح. مستنينا. هو مستنينا جوه، هياخد دش ويغير ويقابلنا بره، هو قال لي كده. خلاص اخر ثواني، انا ما اعرفش الحكم ادى كام دقيقه. بصوا اللي واقف جنب كريستين بأمانة في عزا، قاعد في عزا. بص الراجل قاعد في عزا. يا ابني اوفسايد. نونيز ده، نونيز عايز انتهى الماتش، انتهى الماتش.
كريستين حبيبتي فضلت عامله زوم على واحد اقرع فاكراه ارن سلوت، طلع بيب جوارديولا. هو اقرع برضه بس يعني لا يا ماما مش ده. قعدت تصور في بيب جوارديولا تقول اهو اهو، طلع مش هو. ما قلتليش ليه؟ ابدعت على الاقل عرفت ان هو اقرع. انا برضه الحقيقه عايز قبل ما امشي اعرف حاجه واحده بس. مين ده؟ احنا رجعنا دلوقتي، خدنا الاتوبيس تاني، كان مستنينا بره الاستاد. عندك 45 دقيقة بعد ما يصفروا ان انت تلحق الاتوبيس، والا خلاص بقى تتصرف مع نفسك. بس هديكم معلومة سوسة يا جماعة، واحنا بندخل الاتوبيس ما سالوناش احنا مين. يعني لو انت مش تبع الهوسبيتاليتي ادخل الاتوبيس عادي يا باشا، ادخل وماشي واشكر اخوك بقى، يبقى اشكر اخوك على الحركة دي. فلو انت محتاس وانت خارج من انفيلد روح ازاي، في اتوبيسات كده هتلاقيها، اطلع يا معلم واركب معاهم ويلا الحمد لله على السلامه. فدي معلومه. بس الموضوع كان يا جماعه مش عارفين نقول لكم ايه، صوت الجماهير لسه في وداني. يعني انا حاسس انه انا بقيت بووش كده، عارفين اللي هو في يا جماعه، هو في حد بيغني دلوقتي ولا هي لسه في وداني؟ لا 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 لا, لا حاجه بجد اكسبيرينس واو بجد. والملعب يا جماعه، الملعب كيكه بامانه، كيكه. كان نفسي انزل بس المسها كده برجلي، حاجه يعني. لا واللعب والشكل واللعيبه تحس ان انت ايه ده، ايه يا معلم ده، ممثلين بيلعبوا. انا وانا قاعد ويجي لك واحد بقى يقول لك يا عم الدوري المصري، يا اخي ما الدوري المصري ما تنرفزنيش. واحد يقول لي انا بتفرج على الاهلي والبنك الاهلي، يا كافر حرام عليك يا اخي، يا اخي حرام عليك يا اخي. ازاي الواحد يقارن ده بده؟ ازاي واحد يجي يقول لك الدوري المصري يا حول الله يا رب. فلا كان اكسبيرينس فظيعه. ميرسي يا بيبي بجد، فرصه جميله، يا رب نشوف اذا كنا نكررها تاني. لو صلاح هيكمل ولا لا ما نعرفش. وهو كمان صلاح جاب جون، الحمد لله صلاح جاب جون، يعني عمل اسيست وجاب جون وضيع واحده. ادينا مسامحينه. فودينا اهو طلعنا بالشالات دي يا جماعه. كمان في يعني فكره ممكن اقولها لكم، اشتروا الشال ده. ليه؟ الشال ده ممكن يفيدك في كذا فريق تاني. اولا انا ممكن استخدمه كعلم النمسا، ممكن تستخدمه لو الاهلي بيلعب، وممكن تستخدمه لو الزمالك بيلعب. فالشال النوع ده اللي هو احمر فابيض هيفيدك في كذا حاجه، انت فاهم؟ وممكن برضو وانت في مصر، يعني ممكن برضو في مصر على اساس الاسود في قفاك مثلا، فهتمشي بكذا حاله يعني لو اشتريت الشال ده. يلا دلوقتي احنا محتاجين هنمم دلوقتي في ليفربول، ونشوف بقى الاجواء عامله ازاي، لانها بلد يعني فعلا مجنونه. كفايه الجنون اللي انا اقوله لكم ان الاشاره خضراء واحنا لسه ما عدناش الشارع. انا برضو الحقيقه عايز قبل ما امشي اعرف حاجه واحده بس. مين ده؟